طيب تمام، تفضل يا نجيب يا مرحبا. شوف، بقول لك في البداية الله يسعدك ويجعل والديك في الجنة على اللي انت بتقدمه. يا رب آمين، وياك والموجودين يا رب. اللهم امين. شوف، انا الحمد لله رب العالمين، لا ازكي نفسي على الله، بس انا الحمد لله واخد ربنا، يعني هو سند الاول والاخير في الحياة. خلاص نعم. كده. وعلاقتي بيه حلوه. اذا هو طبعا عندي ذنوب وعندي اخطاء كتير، هو بس وحده اللي يعرفها. لكن كل ما اخطئ ارجع تاني، انا مش ملاك يعني. صح. لكن الحمد لله قلبي متعلق بيه جدا يعني. بقول لك على شيء حصل معايا بسيط. من اسبوعين. انا الى الان مش مصدقه بصراحه. عايز اقول لكم في البدايه، يا ناس سيبوكم من البشر. يا ناس سيبوكم من اي طلب لكم عند البشر. ربنا سامعك، ربنا بيسمعك، ربنا معاك في كل لحظه. بس انت اللي ما رحتلوش بقلبك. انت نعم. اللي س... انت اللي اعرضت عنه ورحت للناس وسبت ملك الملوك جل جلاله. سامع النملة تحت الأرض، مش هيسمعك أنت، لكن أنت وجهت بالضبط. قلبك لغيره وسبته. هو بقى مش السلام هيناديك ويقول عليكم. لك تعالى، لا، أنت محتاج له. أنت اللي حاجتك عنده. أنت اللي تروح له وتسعى له، مش هو اللي يجي لك. ماشي. أنا في السعودية في القصيم. خلاص، في بريدة. نعم. ما شاء الله. وحصل معايا ظرف، وحصل معايا حادث سيارة. حصل معايا ظرف كبير، يعني اتورطت في مبلغ كبير. المهم بسبب تعطلت عن شغلي وكان جاي في ظروف تجديد اقامتي يعني. وكان عليا نعم. مخالفات عند تجديد الاقامه، انت تعرف لازم تدفعها وكده. أمم. وطبعا انت عارف انا من النوعيه اللي احب اوراقي تكون رسميه، ما احبش اقامتي تنتهي، ما احبش اكون مطوف كده يعني. أمم. فكنت محتاج 6000 ريال عشان التجديد، أمم. عشان المخالفات وكده يعني، وتجديد الاقامه والرسوم وكده. قعدت اجمع، ربنا رزقني بناس انا ما اعرفش كانوا بيجوا لي ازاي. يجوني اصحابي سعوديين، انا ما اعرفش كانوا هم بيعرفوني ازاي ولا انا بعرفهم ازاي. المهم جمعت 5000 ريال. خلاص كده. إيه. وكان باقي على تجديد الاقامه، هتنتهي الساعه 12 بالليل. أمم. يعني تنتهي بكره 12 بالليل تخلص الاقامه. أيوه. انا نايم الليله ديت، الدنيا في وشي اضيق. شفت الخرم بتاع الابره اضيق منه. لا أمم. اكل لا شرب لا اي شيء. نايم، نفسي مسدوده، عايز 1000 ريال هجيبه منين؟ مش لاقي حد اللي يسلفني. والدنيا ضايقه في وشي من كل الاتجاهات. نمت. وكان العاده عشان انا مش شغال حاليا، كنت بنصحى العصر مثلا قبل المغرب بشويه. اليوم ده صحيت الساعه 10 ونص من كتر الضيقه اللي فيا، من كتر الضيقه اللي انا فيها والهم صحاني من النوم. انا صحيت من النوم من كتر اللي انا فيه يعني، الساعه 10 ونص. فقمت على السرير أمم. وحسيت ان صدري انفتح للدعاء، وافتكرت دعوة سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. واقوم انفض البطانيه وعلى الحمام جري اتوضى، وجيت صليت ركعتين الضحى وامسك السبحه. انا بعطيكم كنز الحين، كنز اللي يستقيم بيه، بس يروح بنيه صادقه، مش بنيه التجديد، يروح بنيه صادقه. التسبيح ده يوصلك لربنا بسرعه الصاروخ. قمت مسكت السبحة وقلت أنا هسبح ربنا 1000 مرة بنية إن هو يفرجها عليا. طبعا العدد أنت حر فيه، تسبح مرة 2000 10، بس ده اللي جه في دماغي يعني. ومسكت صليت ركعتين وسبحت ربنا 1000 مرة، وأنا بسبح ربنا وشايف إن دعوته قدامي هتستجاب. مش رايح إن أنا أجرب، لا، ربنا إن هو مش هيخذلني. رايح وكأني خلاص خدت طلب قبل ما أروح. المهم خلصت والظهر أذن، رحت أصلي. كان في واحد جاري مصري، من قبل ما ننقل في المكان اللي انا هو ساكن فيه ده، بقالنا 6 شهور نقابل بعض في المسجد ال5 صلوات، ما نكلموش بعض. يعني هو يشوفني لا اكلمه، ولا هو ولا وانا اشوف ما اكلموش، يعني ما فيش علاقه بيننا نهائي خالص. أمم. المهم رحت اليوم ده في صلاه الظهر. شوف 6 شهور، متخيل اشوفك وتشوفني 6 شهور ما تكلمنيش ولا انا اكلمك. الا اليوم ده رحت اصلي الظهر. صليت الظهر وقعدت شويه وشايفه ورايا هو مستنيني، وانا قلت له مش مستنيني اصلا، مفيش علاقه بيننا. وقمت صليت ركعتين سنه. جه كلمني من ورا، جيت مصلي ركعتين كمان تاني مستنيه. وقف مستنيني على الباب كانك ربطه. شوف، مذلل ليا مسخر يستناني لما انا اروح له. اول ما طلع
هو اللي جا كلمني، قال لي انت ساكن جنبي هنا؟ قلت له يا ساكن جنبك يا عم، انا من زمان هنا. قال لي طب والله لازم تيجي تشرب معايا شاي. شوف بقى جت ازاي. فروحت نشرب معاه شاي، فقال لي انا شايفك زهقان مالك؟ قلت له والله عندي ظرف بقول كذا 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 كذا. شربت الشاي ومشيت، يجيني في صلاة العصر ب1000 ريال. لا قسما إله. بالله انا بقيت مذهول، بقيت مذهول. يعني كلمة سبحان الله تخليه يجيني يستناني في صلاة الظهر، مع انه ايه اللي مخليني انا مش مستوعب، اللي مخليني مش مستوعب ان انا بقالي 6 شهور نشوفه ويشوفني، ما بنكلموش بعض. مش معنى اليوم اللي انا سبحت فيه، مش معنى اليوم اللي انا رجعت لربنا فيه. فهمت؟ جانب ال1000 ريال، قلت له طيب شوف، انا هناخده عشان مزنوق، هناخده عشان مزنوق، لكن اول ما يصير معايا فلوس ونشتغل هتاخده تاني. قال لي والله الذي لا اله الا هو ان ده جاي لك لوجه الله، ما نبغى منه ولا ريال. قلت يا رب كنت بندور سلف جبت لي ببلاش. آمنت بالله يا ربي. يا والله انا بقيت ماشي ماسك ال1000 ريال في ايدي، ماسك ال1000 ريال في ايدي. مش مصدق، انا مصدوم. اليوم مش معنى اليوم ده. وايه والعجيب ان نروح نصلي يستناني، نصلي ركعتين كمان يستناني، نصلي ركعتين تاني يستناني. مذلل مسخر من عند ملك الملوك جل جلاله. فانا بقول لكم ارجعوا لربنا، ما فيش حد هينفعك في الدنيا والاخره الا ربنا. ربنا ارحم من امك بيك. ابو ذر، النبي صلى الله عليه وسلم مر هو ابو ذر على عنزتين تتناطحان، فالنبي سأل أبو ذر يا أبو ذر أتدري ما بينهما؟ أنت عارف المعزتين دول بيتنطحوا ليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لكن الله يدري الله. وسيقضي بينهما يوم القيامة. يعني شوف المعزتين اللي بيتنطحوا ربنا عارفهم بيتنطحوا ليه، وهيحكم بينهم يوم القيامة كانوا بيتنطحوا ليه. فهمت؟ فأنا بقول لكم ربنا لما يقول يا ناس والله بكل شيء عليم، عايزك تثق في الكلام ده قوي. أنا عايزك تاخد الكلمة دي بمحمل الجدية شوية. انا مش عايزك تسمعها كده عاديه، لا اسمعها وحللها وافهمها. والله بكل شيء عليم فعلا. انا لما حصل معايا الموقف ده عرفت فعلا كل كلمه ربنا وصف نفسه بها في القران هو يستحقها. لما يقول لك وهو العزيز الحكيم، فعلا عزيز حكيم. لما يقول لك وكان الله على كل شيء مقتدرا، فعلا على كل شيء مقتدر. والا ما كانش سخر لي جار المصري جا كلمني غصب عنه، يستناني ويقف لي ويديني مصلحتي ويقول لي مش عايزها. فشوف انا وصيتي لكم سبحوا ربنا على قد ما تقدروا. انا حافظ القران الحمد لله. لو نقول لكم على عدد الايات اللي ربنا مسبح فيها نفسه في القران مش هتصدقوا. في 7 سور القران، في 7 سور في القران ورا بعض بيبداوا سبح لله يسبحوا لله، سبح لله يسبحوا الله لله. الله 7 سور الله. في القران ورا بعض بيبداوا بكده. صح. التسبيح مهم 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 من هنا لحد يوم القيامة. بس وانا اسف لو طولت عليكم. والشيء بالشيء يذكر، بالعكس مستمتعين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كرب نبي إلا استغاث بالتسبيح. سبحان صحيح. الله. نجيب، أنت جميل يا يعني نجيب، ما شوف، شاء الله عليك. الله يسعدك. شوف انا اغلى، انا بنشهد انا بنشهد مش رياء، خلي بالك انا بنقول الكلام ده ربنا اعلم بيه. لو رياء هيحاسبني. انا بنشهدكم جميعا وبنشهد اي حد بيسمعني والملائكه والناس اجمعين وجميع خلق الله اني اذل واحد لله في ملكه، وان هو العزيز المستحق للعظمه والعز المطلق والعظمه المطلقه والكبرياء المطلق والتكبر المطلق. هو الكبير ونحن الصغار، هو العزيز ونحن الاذلاء، هو الغني ونحن الفقراء. هو شوف تمر في القرآن كله تلاقي يقول لك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح لو تمر على القرآن مواضع كتيرة مسبح فيها نفسه هو. لا إله إلا وإحنا الله. مشكلتنا بقى لما أنا نعوز حاجة نروح نطلب ابراهيم ونطلب محمد ونطلب ده، وسايب اللي في ايده الاسباب نفسه، اللي في ايده ابراهيم واللي في ايده زيد واللي في ايده محمد واللي في ايده الملك واللي في ايده الامير واللي في ايده الرئيس.